اهلا بيك في عالم الريسبتور. ده عالم لوحده. الريسبتور ده لوحدها في كتب الجنرال فارماكولوجي عند بتوع الفارما، وعندنا بتاخد صفحات وجولات ومعارك، واغلب الناس بتطلع متعوره منها. لكن احنا بفضل الله بالعكس هنطلع حاطين رجل على رجل واحنا هضمنها جدا. كالعاده انا بحب امشي معاك بطريقه بناء المعلومه من تحت لفوق. في الاول تعال نتعرف على الريسبتور. الكلمات ليست بقوه الرسومات ابدا. في الاول انا عايز اعمل معاك ديسكريبشن للريسبتور، فانا جبت لك رسمه معبره جدا. الرسمه دي عباره عن ايه؟ يبدو ان ده السيل ممبرين وده الفوسفوليبيد بايلير. فعلا كده، ادي ليبيد وما بينهم فوسفات، فعاملين حاجه اسمها فوسفوليبيد بايلير، وهما بايلير لان ادي طبقه وده طبقه ثانيه يكونوا لك حاجه السيل ممبرين. هل السيل ممبرين ده فاضي فقط فوسفوليبيد؟ لا طبعا، ده مليان مكونات غزيره جدا من خيرات الله. احد الحاجات اللي موجوده في السيل ممبرين صاحبتنا الريسبتور. الريسبتور ده يبدو ان هو موليكيول كبير، عشان كده دي كلمه في الام سي كيو، ماكرو موليكيول. الار ارمز بها الى الريسبتور عشان تبقى عارف الرسومات بتاعتي والرموز بتاعتي الايه. يبدو كده من الرسمه ان الريسبتور ده مش حته على بعضها، حته واحده، لا، يبدو ان ده بارت وده بارت تاني وده بارت تالت وده بارت رابع، والالوان معبره ان كل لون من دول بيقول لك انا بارت مختلف. هتلاقي الريسبتور عباره عن 1 بارت، ريسبتور تاني 2 بارت، ريسبتور تالت 3 5 6 7. يبدو ان في جزء بره السيلز اسمه اكستيريور بارت، ويبدو ان ده الجزء اللي هيلتحم هيجوين وهيريسيف الليجند. ايه الليجند ده؟ الليجند ده ممكن يكون هرمون، كيميكال ترانسميتر، ممكن يكون دراج، لان انا بتكلم في عالم الفارماكولوجي. فكلمه ليجند اكبر بكتير من دراج. وطبعا احنا فاهمين ان عشان يجي ليجند يمسك في الريسبتور مش اي حاجه معديه في الشارع تعدي على اي ريسبتور تمسك فيه، لازم كل ريسبتور له الليجند بتاعه. وسبحان المبدع، لو انت ذاكرت بابداع وكانك بتتعرف على عظمه ربنا فيك، ودي رؤيه مختلفه جدا غير ان انت بتذاكر عشان امتحان او عشان تجيب سكور وخلاص، هتلاقي ان كل ليجند من دول بيمسك مع الريسبتور بتاعه، والاتنين كانهم لوك اند كي، فكره المفتاح والقفل بتاعه. الاتنين مخلوقين لبعض. حتى لما يجي مثلا اجونس على الريسبتور او انتاجونس بلوكر مثلا يشتغل على نفس الريسبتور، برضه لازم يحترم نفس الشرط، لازم يمسك في السبيس والمكان المخصص له على هذه الريسبتور بطريقه الكي اند لوك او لوك اند كي. حلو جدا، ادي المعلومه الاولانيه. طب الجزء اللي جوه اللي هو الانتيريور بارت، الجزء الانتيريور بارت ده غالبا هو ده اللي يعمل لك برودكشن للدراج افكت. ممكن يكون فري، ممكن يكون ماسك فيه انزيم معين، ممكن يكون ماسك فيه ستراكشر تاني. غالبا الانتيريور بارت ده اللي هو الانترا سيلولر اللي هو موجود جوه الخليه، هو ده اللي بيحصل عن طريقه الافكت بتاع الدراج لما يجي يمسك في الريسبتور بتاعنا. ايه تاني معلومات؟ النيتشر بتاع هذه الريسبتور بروتين، يعني مش ليبيد ولا كربوهيدرات. حلو، ايه الخمس نجمات دول؟ خلصنا الاولانيه ان الريسبتور ده ماكرو موليكيول. النجمه الثانيه ان الليجند سواء دراج او هرمون او كيميكال ترانسميتر لما يجي يمسك في الريسبتور يعمل الافكت بتاعه. المعلومه الثالثه كل ما كان الافينيتي ما بين الريسبتور والليجند اللي يمسك فيه عاليه، كل ما يكون البايندنج بينهم اقوى، كل ما نلاقي ريسبونس احسن. في كلمه افينيتي ده لفظ فارماكولوجيكال نعني بيه البايندنج. المعلومه الرابعه ان مسكه الار والال مع بعض ريسبتور وليجند تبقى كنترولد بنظريه اللوك اند كي. المعلومة الخامسة كل ما زادت سنسيتيفيتي، ده خاصية تانية. يعني ايه سنسيتيفيتي؟ اقل كمية من الليجند تيجي تمسك فيا، يا ده انت حبيب قلبي، يعمل افكت وريسبونس عالي جدا. ده المقصود بكلمة سنسيتيفيتي. حلو، احنا كده في السلايد رقم 4 عملنا ديسكريبشن وتعرفنا يعني ايه ريسبتور. تعال بقى ندخل في ديتيل اكتر تخص علاقة الدراج مع الريسبتور. في كورس دكتور محمد مجدي انت عملاق والمعلومات اقزام. في سلايد رقم 5 عندنا تقسيمة للريسبتور تايبس. طب بناء على ايه؟ على السايت. يعني ايه الكلام ده؟ لان الريسبتور بتاعتنا مكانها بيفرق معانا جدا في الشغل. ازاي؟ ممكن ريسبتور واقفه على السيل ممبرين زي ما انا قلت لك في الرسمه اللي فاتت، امبيدد في السيل ممبرين ماكرو موليكيول. طب هل كل ريسبتور اللي في السيل ممبرين زي بعض؟ لا طبعا، ده انا عندي عالم من الريسبتور. لكن هناخد من السيل ممبرين ريسبتور اشهر 3 اكزامبل، 1 2 3 هكلمك عنهم بالتفصيل. لو انا عايز اكون دقيق معاك اكتر، اشهر 2 اكزامبل 1 و2. طب مين اشهر واحد فيهم؟ 2 اللي هو جي بروتين. يعني جي بروتين المشهوره قوي اللي بيجي عليها كميه اسئله في الام سي كيو بالهبل، ده سيل ممبرين ريسبتور. ايوه، ممكن يكون الريسبتور جوه السيل. فين يعني؟ في السيتوبلازم. عد غنماتك يا جحا، انت جوه السيل يا اما سيتوبلازم يا اما نيوكلر، صح ولا لا؟ وده المكان الخامس. ممكن يكون الريسبتور
على الدي ان ايه بتاعنا. اذا المفروض ان انا دلوقتي هبدا اكلمك على 5 سب تايب according to السايت اوف ريسبتور. طب ليه؟ لان كل نوع من السب تايب اوف ريسبتور اللي انا اكلمك عنهم دول بيشتغل عليها عائلات من الدراج تهمنا في التخدير. وطبعا انا بختم معاك كل نوع باكزامبل يفرق معانا في التخدير عشان يبقى الكلام جنرال اند سبيسيفيك وريليتد لينا في التخدير. من دلوقتي كاتب لك ان الاكزامبل بتاع السيتوبلازميك الاستيرويد اللي احنا بنديها للعيان تشتغل على السيتوبلازميك ريسبتور والسكس هرمون. من الاكزامبل بتاع النيوكلير ريسبتور سايروكسين تي 3 تي 4 والادويه اللي هي انالوج لتي 3 تي 4 اللي سايروكسين واخواته برضه تشتغل على النيوكلير ريسبتور. طيب امثلتنا في السيل ممبرين كتيره بقى احنا هنعيش معاهم. عندي حاجه اسمها ليجاند جيتد كابلد ريسبتور، عندي حاجه اسمها جي بروتين كابلد ريسبتور، عندي حاجه اسمها تيروزين كاينيز لينكد ريسبتور. سيبك من المصطلحات هتعرفها معايا وهتشربها شرب وهتستمتع بيها من كتر ما احنا هنتكلم عليه. نبدا باول نوع ليجاند جيتد كابلد ريسبتور، يعني يبدو من اسمها ريسبتور كابلد تو جيت. ايه ده جيت ده مش كان بتاع الايون شانل؟ ايوه ركز معايا لما يجي الليجاند يشتغل عليه. الاسم الاكثر واقعيه وانا شايف ان الاسم ده احسن بكتير والاكثر شهره اسمها ليجاند جيتد ايون شانل ريسبتور. ايه ده؟ مش انا كنت لسه باخد ميكانيزم في اكشن اسمها ايون شانل هناك؟ لا ركز لان الناس بتتلخبط. فرق ما بين الميكانيزم اللي لسه مخلصها معاك اسمها ايون شانل والليجاند جيتد ايون شانل ريسبتور فرق كبير. ايه هو؟ هناك كان في عندي ايون شانل معينه هي بتقول لك انا ايون شانل بوضوح، ويجي الدراج المعين ده هيشتغل عليه بطريقه معينه ويعمل الاكشن بتاعه دايركتلي. فاكر الكلمه اللي انا قلتها لك؟ ايوه. امال الموضوع هنا مختلف ليه؟ تعال اقول لك مختلف ازاي. هنا انا عندي ريسبتور هيمسك فيها ليجند معين. شوف الرسومات وما اروع رسومات. ادي ريسبتور وليكن بتاع الاسيتايل كولين. يا الاسيتايل كولين ريسبتور ده شغلنا ليل نهار على الاسيتايل كولين ريسبتور. ولو انت فاكر كان حاجه اسمها نيكوتينيك ريسبتور ماسكرينيك ريسبتور، ودي في اماكن ودي في اماكن اخرى، وده لها افكت وده لها افكت تاني خالص. والاسيتايل كولين ده كان الكيميكال ترانسميتر بتاع الباراسمباثيك سيستم. شغلنا في التخدير كل يوم عليه. انت لما بتدي مصل لاكسم تروح تقفل لك النيكوتينيك ريسبتور بتاع الاسيتايل كولين، او تدي دواء زي الاتروبين واخواته تروح يقفل لك الماسكرينيك ريسبتور بتاع الاسيتايل كولين. ايه ده انا كل يوم فعلا بشتغل عليه طبعا. فلما تيجي تشوف الاسيتايل كولين بيشتغل على الريسبتور ده لو اتعرفنا عليه هنلاقيك الاتي ان هو بارت و2 و3 و4 و5. خلاص ما بقناش مستغربين. فنعرف ان هي عباره عن 2 بيتا بارت و2 الفا وواحده دلتا. يجي الليجند بتاعنا اللي هو الاسيتايل كولين يمسك في الاثنين الفا. حلو. فيعمل الافكت بتاعه حسب هو بيشتغل على اي تارجت تيشو. تقول لي حلو يا دكتور محمد كلام جميل كلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه. فين بقى كلمه ليجند جيتد؟ لقينا ان الاسيتايل كولين لما يجي يمسك في هذه الريسبتور يحصل فيها كونفيرميشنال تشينجز، يعني تغيرات شكليه. لو انت باصص عليها من فوق كده تحس ان هي عامله زي الورده المقفوله كلوز تشانل. لما يجي صاحبنا الاسيتايل كولين يمسك فيها تبدا تقول افتحي يا ورده اقفلي يا ورده. فتحت التشانل دي. ايه ده؟ التغيرات اللي هتحصل اللي انت بتقول عليها كونفيرميشن تشينج تحول لك هذا الريسبتور الى فانل. عارفين الفانل؟ حاجه زي القمع كده. ايه ده الريسبتور يتحول الى ايون تشانل خاص بالصوديوم، والصوديوم اللي كان واقف بره ومش عارف يدخل عشان كانت مقفوله لقى الدنيا فتحت قدامه ويبدا الصوديوم يدخل جوه السيلز ويعمل لك ديبولاريزيشن واكزايتيشن والتارجت اكشن بتاع الاسيتايل كولين. خدت بالك من اللي حصل؟ اللي حصل ان جه ليجند اشتغل على الريسبتور حولها الى ايون تشانل. ودي المقصود بكلمه ان الريسبتور بتاعنا هي ايون شانل بس مش في الاصل ايون شانل. لازم يجي الليجند يمسك فيها فيفتح الجيت بتاعتها ويعدي منها الايون معين عشان يعمل اكشن معين. هل ده طريقه دايركت على الايون شانل دي؟ لا، هو فتحها بطريقه اندايركت. هي في الاصل ما كانتش ايون شانل، هي ريسبتور وتحولت لايون شانل لما مسك فيها الليجند. فهمت الفرق بين الاثنين؟ النقطه دي بيتلخبط فيها ناس كتير جدا. طب دي الرسم، فين الكلام؟ عشان انا عامل ميكس بين الرسم والكلام. يجي ال والار وانت فهمت يعني ايه ال يعني ليجند وار يعني ريسبتور. نتيجه المسكه والبايندنج ده كلمه بلس يعني خلاص احنا مسكنا اهوت في بعض دخلنا قفص واحد يحصل ريسيدي كونفيرميشن تشينج. الريسبتور ساعتها اكت از ايون شانل اوبن للسبيسيفيك ايون. انا بتكلم على اسيتايل كولين تبقى سبيسيفيك للصوديوم، يدخل الصوديوم يعمل لك الايفكت بتاعه. حاجه زي ساكسينايل كولين كان بتعمل لك سيميليشن للنيكوتينيك ريسبتور. حاجه زي الاتروبين كان بيعمل لك بلوك للماسكرينيك ريسبتور. حلو جدا. طيب كده خلصت النوع الاولاني؟ اقول لك لا استنى، ده انا هديك اكزامبل اقوى واقوى ويخصنا في شغلنا كل يوم بنشتغل بيه.
فتعال نشوف السلايد رقم 6 ونكمل رحله المتعه بتاعتنا. في السلايد رقم 6 انا بكلمك على الميكانيزم اوف اكشن اسمها ريسبتور، وبكلمك على 5 انواع ليها، وبكلمك على اول نوع ليها اللي اسمه ليجند جيتد ايون شانل، وخدنا اكزامبل في السلايد رقم 5 بتاع السايكولين والادويه اللي بتشتغل عليه سواء ديبولارايزنج او نون ديبولارايزنج ماسل لاكسنت او حتى الماسكرينيك بلوكر زي الاتروبين. هديك مثال تاني هنا بقى، الاي في انستيك مالها؟ سلم عليك. بص يا غالي، الرسمه بتتكلم، مش محتاج كتابه، والله الرسم تثبت في عقلك مليون مره اكتر من كتابه. وثانيا لما تيجي تستدعي معلومات وانت قاعد قدام ورقه الام سي كيو او ريتن او اورال، تستدعي رسمه اسهل بكتير مليون مره في الميمورايزيشن من انك تستدعي باراجراف او كلمات. رسمه قدام عينك ومفيش مانع انك ترسمها بنفسك عشان تقول لمخك انا فاهم الموضوع لدرجه ان انا برسم نفس الرسم. عندي الريسبتور اهو، هيجي عمك الليجند اللي هو الاي في انستيك، نتيجه الكونكشن ده الريسبتور ده يتحول الى سبيسيفيك ايون شانل. لمين المره دي؟ للكلورايد. بدل ما كانت الكلورايد كلوزد جيت، نتيجه الماسكه ديت الكلورايد جيت بتاعتنا تفتح، يبدا الكلورايد اللي كان واقف بره كتير يدخل جوه السيل. لسه قايل لك من شويه لما الكلورايد يدخل ايه اللي يحصل؟ كلورايد انفلكس، الكلورايد ده نيجاتيف، يعمل هايبر بولاريزيشن، يعني التارجت اورجان ده يحصل فيه انهبيشن. طب ما هو ده شغل الاي في انستيك. عارف المثال بتاعنا مين؟ جابا ايه ريسبتور. الجابا ايه اغلب ادويتك كاي في بتشتغل عليها. الجابا ايه ريسبتور از كلورايد ايون شانل. لو جات لك صح ولا غلط اكتب صح، بس مش هتتحول لكلورايد ايون شانل الا لما يجي الليجند بتاعنا يمسك فيها. كميه كبيره جدا من الاي في انستيك تشتغل على الجابا ايه. حلو جدا. طيب الجابا بي اخبارها ايه؟ هقول لك الجابا بي لما يجي لك اي في انستيك معين يمسك فيه الريسبتور يتحول الجابا بي الى سبيسيفيك ايون شانل. لمين المره دي؟ للبوتاسيوم. وانا لسه قايل لك دلوقتي البوتاسيوم يحصل فيه ايه؟ الانر جيت اللي كانت قافله تفتح، البوتاسيوم اللي كان جوه يطلع، يبدا البوتاسيوم يطلع، يعني قللت البوزيتيف جوه الخليه، تعمل بوتاسيوم افلكس، تعمل هايبر بولاريزيشن في السي ان اس، يعني انهبيشن للسي ان اس. ادي الادويه اللي بتشتغل على جابا ايه او جابا بي. فهمت ان الجابا ايه ريسبتور كلورايد ايون شانل، وفهمت ان الجابا بي ريسبتور بوتاسيوم ايون شانل. وانت فاهم كلورايد يفتح من بره فيدخل فيعمل لك انهبيشن، او بوتاسيوم يفتح من جوه فيخرج فيعمل لك انهبيشن. بقينا فاهمين بطريقه حلوه لذيذه سهله علينا. يبقى الاي في بروبوفول اللي انت قاعد تديه كل يوم بيشتغل بطريقه الليجند جيتد ايون شانل، لانه بيشتغل على جافا اي ريسبتور. تمام جدا. وكاتب لك تحت خالص النت ريزلت هيحصل سيل هايبريزيشن وانهبيشن للفانكشن بتاعتها. خلصنا كده النوع الاولاني، ندخل بقى في النوع الثاني، كبير عائله الريسبتور، النوع الاعظم والاكبر والاشهر، وكميه الاسئله بتاع الام سي كيو فيه بحر لا ينتهي، الا وهو الجي بروتين ريسبتور. تعال نشوف السطر رقم 7 هنستمتع بيها ازاي. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لألماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط، يصنع وحوش التخدير.